ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في يوميات منال وتوته. زي ما انتم شايفين كده، دي فخدة رومي. انا نضفتها وخليتها زي القشطه زي ما انتم شايفين كده. هتشوفوا بقى طريقه الرومي هتتعمل ازاي وهتستوي في وقت قد ايه. طبعا احنا معتادين ان الرومي بياخد سوا جامد قوي في الفرن. النهارده مفيش الكلام ده، في نص ساعه هتسوي الفخده، ولو هتسوي ديك رومي برضو هتسويه. زي ما انتم شايفين انا غسلته غسله حلوه كده بالخل والليمون والملح، وخليته زي القشطه، ولا زفاره ولا يحزنون. وقطعته زي ما انتم شايفين كده. ماشي. وهنعمل معاه اهم خطوه بقى، اللي هو ايه؟ على فكره انت ممكن تقطعيه وممكن تخليه كده، يعني ممكن تخليه سليم وممكن تقطعيه زي ما انا بعمله. انا مش بقطعه، انا بعمله زي تفتيحات كده عشان المسام بتاعته ايه، تشرب من المحلول اللي هيتحط فيه، وكله يبقى دايب معاكي كده. بصوا انا مجهزه بقى ميه، ومجهزه هحط عليها ملح وسكر وشرايح ليمون وورق لورا. تمام. وهدوبهم، مش هرميهم كده وخلاص، لازم يتدوبوا كويس. ماشي. والمفروض ان هيتحط ربع كوبايه خل، ما تكتريش الخل قوي. ماشي كده. طبعا انا دوبت ده، بس نسيت الخل، هنحطه بعدين، مفيش اي مشكله. وطبعا انا حطيت قرن فلفل كده. ماشي. قلبه كويس، ولازم تتاكد ان الملح والسكر دابوا. طبعا احنا عارفين ان السكر ماده حافظه مفيش كلام، وفي نفس الوقت بيخلي الحاجه تدوب معاكي. ماشي كده. زي ما انتم شايفين بقى هنحط طبعا انا ما عنديش حاجه كبيره الا حاجه كده ستانلس، والحاجات البلاستيك في الشقه التانيه، فما عنديش حاجه واسعه يعني. فقلت احطه في الحله ديت زي ما انتم شايفين كده. احط بقى عليه الخل، وهسيبه ليله كامله في التلاجة. بصوا بقى، المحلول ده اهم خطوه في الرومي، ومش في الرومي بس، يعني حتى لو هتعملي فراخ شوي. بصوا يعني احنا بنحط ميه بصل وبننقع والكلام ده. صدقوني لو عملتوا الخلطه دي كمان في الفراخ الشوي، حتى قبلها بساعتين قبل ما تحطيها في البصل وفي الخل، اتفرجي على جمالها. مش هتاخد معاكي ثواني. كده هسيبه يوم كامل كده. انا تاني يوم تمام كده معايا بصل بودر وتوم بودر وبابريكا وفلفل اسمر. ماشي. وشعر الكمون، لان انا بحب تملي الكمون يكون في كل حاجه، وسبع بهارات. وبحط دي علبه زبادي، بس الاضاءه عاملاها قوي فمش موضحاها. دي علبه زبادي. تمام. وهحط معلقه صلصه. ماشي. وهقلب كل ده كويس قوي اهو. احط معلقه صلصه. ماشي. هقلب بقى ده كله كويس اهو. انا مش هضيف اي حاجه عليه تاني، ماده دهنيه خالص. ماشي. هو زبادي والبابريكا والتوابل، يعني التوابل اللي عندك كلها تحطيها كده، السبع بهارات وفلفل اسمر. ماشي. وعلبه الزبادي ومعلقه الصلصه. ماشي. وبعد كده يعني نمسكه بقى ندعكه دعكه حلوه، ونشوف بعد كده هوريكم هياخد قد ايه في الفرن. بصوا بقى، انتوا خدوا بالكم ان الفراخ اللي بتتعمل في الشوايه عند الكبابجي، طبعا بيحط الفرخه سليمه، وتطلع الفرخه يعني تمسكيها كده في دقايق ممكن يسواها وانت قاعده، هتلاقيها دايبه. بيحطوا المحلول الفراخ في المحلول ده، مش بيحطوها في ميه البصل زي ما احنا بنعمل. تمام. فانتوا استعملوا المحلول ده، بجد بجد روعه. بصوا طبعا ده انا تاني يوم مسكتها نشفتها كويس جدا. ماشي. وزي ما انتم شايفين كده هعملها بالخلطه ديت، هدعكها جوه وبره. ماشي اهو. طبعا بتدعكيها كويس، واهم حاجه هي طبعا بايته في ملح، يعني الملح برضو بتاع المحلول بيبقى عالي، وانت برضو تخلي الملح بتاعك يكون زياده عن العادي، لان هو لما بيستوي بيبقى دلع مهما تكتري له ملح. فحاولي تخلي الحقيقه الملح زياده سيكه كده صغيره. تمام. معلش اعذرونا، انا صوتي متدمر بسبب الحر اللي احنا فيه، وقطعان النور. تكييف اشتغل شويه ويطفي شويه، شويه بنبقى عرقانين وشويه يشتغل التكييف، فمدمر لي صوتي. ماشي. فاعذرونا بقى، معلش القطعان النور واللي احنا فيه ده بجد الموضوع بقى صعب.
اهو بصوا بحاول احط الخلطه في كل حاجه، هي مش خلطه كتيره يعني، هي مش بالكميه، فاهماني؟ بس اهم حاجه ان انت تحاولي تخليها تبقى كلها كده. المفروض بس اغير بقى ايه، ونجيب الصينيه او الصاج اللي هنحط الصاج اهو. بحاول اخلي الخلطه بين اللحم وبعضه. والله والله بصوا يعني انا يمكن الفيديو ده معمول بقاله فتره كبيره، ماشي، بس بامانه كان روعه. بصوا الخلطه، اعملي الخلطه بالظبط والمحلول. والله والله الفخده دي خدت نص ساعه في الفرن على درجه حراره 150. انتوا متخيلين؟ يعني احنا معتاد ان الرومي بياخد وقت، ماشي. الله اكبر، الفرخه ديت 4 كيلو ونص. هي الكاميرا مش جايبه حجمها على فكره، دي 4 كيلو ونص يعني مش صغيره، ماشي. وبسم الله ما شاء الله كانت حكايه. طبعا انا بنسى ان وشي بيبان في الكاميرا، فاعذروني بقى معلش على الحاجات اللي بتطلع دي. اهيت كده. طبعا ده الصاج انا حطيت له ورق فويل، ماشي. وحبيت ان انا ما اعملوش في كيس حراري. بصوا بقى هجيب ايه بقى. انت ممكن تضيفي معاه بطاطس، تضيفي معاه حاجه اي يعني، ممكن تحطي بطاطس وبصل والحاجات اللي هي ممكن تاكليها عادي، مفيش مشكله، بتبقى تطلع طعمها حكايه. بس انا بصراحه ايه، قطعت جزر، ماشي، اهو اجيبه لكم دلوقتي كده بقى. بصوا اهو جزر وبصل، ماشي. وعلى فكره ما حطيتش عليه اي توابل ولا اي شيء، حطيته كده لان طبعا انا عندي التتبيله يعني يعتبر التوابل والملح وكله عالي فيها، فاكيد هتاخد ولا بصوا ولا نقطه ميه احطها في الصاج، تمام. ما بحطش اي حاجه. وبعد كده هحط بقى طبعا الجزر والبصل. وهنحط بقى ايه، هنحط دلوقتي معلقه، مش معلقه، كبشه زبده، ماشي. معلش انا عامله زي ابله فضيله بالنضاره بتاعتي دي. بصوا ديت هي الزبده سايحه، انا مسيحاها، ويا دوب ده اللي انا عملته، حطيته على وشها كده، ماشي. بعد كده بقى ايه، نلفها بالورق الفويل ونوريكم هتطلع من الفرن عامله ازاي. تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. طيبين، عيد سعيد عليكم. العيد خلص من زمان يا توته. عارفين انا جبت ايه؟ كتكوت 2. جابي كتكوت 2، ماشي. زي ما انتم شايفين كده الشكل النهائي، ماشي. بقى شكله حتى يجيب النفس وانا حطيت ورقتين فويل من فوق بعض زي ما انتم شايفين كده، على اساس البخار وكله مع بعضه يستوي منه فيه كده، ولا كيس حراري ولا يحزنون، ماشي. عشان انا بصراحه انا بحب الحاجات دي اسويها في كيس حراري، لان بجد بينجز معايا وبيخلص الحاجه بسرعه وبيطلعها حلوه. لكن بصراحه بصراحه بسم الله ما شاء الله الرومي دوت ما خدش وقت بجد. جربوها يعجبكم قوي، الطريقه دي تعجبكم جدا اهو. على فكره في حد كل من الرومي ده وطلب مني عايز منه يعني مجموعه كده على بعض، كميه. ان شاء الله لو عملتها برضو هصورها لكم. بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ الله اكبر، حاجه كده تفتح النفس من غير اي حاجه. زي ما انتم شايفين الطريقه نص ساعه والله بالظبط. متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد.